هل سألت نفسك يوما ما لماذا كسوة الكعبة باللون الأسود دونا عن أي لون؟ لماذا لا يتم تغييرها للون آخر كالأبيض أو الأحمر أو الأخضر؟ ما هو سر اللون الأسود؟ وما هو اللون الذي وضعه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عند مرحلة بنائها؟ وما هو اللون الذي استخدمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ حينما أكمل سيدنا إبراهيم بناء الكعبة لم يكسوها بشكل كامل، ولكنه كساها باللون البني الفاتح، وذلك بسبب أنه غطاها بجلد الماعز ليكون أول لون لكسوة الكعبة هو البنية. ثم أتى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول من كساها بكسوة كاملة، وكساها سيدنا محمد بالثياب اليمانية المخططة بالأبيض والأحمر. وحينما أتى الخلفاء سيدنا أبو بكر والفاروق عمر رضي الله عنه ألبسوها الثياب القبطية ذات اللون الأبيض، وكان يصنع هذا الكساء في مصر، بينما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أول من وضع للكعبة كسوتين إحداهما فوق الأخرى حتى يصعب حملها. وفي عام 64 هجرية كساها ابن الزبير باللون الأحمر. وفي عام 456 هجريا في زمن الدولة الفاطمية تغير لون الكساء إلى اللون الذهبي الأصفر. ثم في عام 614 هجرية غير الخليفة الناصر العباسي لون الكسوة إلى اللون الأخضر. وفي 622 هجرية قرر الخليفة الناصر تغيير لونها إلى اللون الذي سيبقى للأبد على الكعبة، وسيكون لون الكعبة المعروف في أنحاء العالم، وهو اللون الأسود المزين باللون الذهبي والذهب. إذن فلماذا ثوب الكعبة أسود؟ كشف كبير سدنة بيت الله الحرام وأوضح أن قوة اللون الأسود تتحمل التغيرات الجوية الشديدة على مدار العام مقارنة بباقي الألوان التي لا تتحملها، فضلا عن أن الكعبة اشتهرت منذ ذلك الحين بهذا اللون لتكون علامة مميزة لكل المسلمين حول العالم. فالكعبة مكسوة بالحرير من الداخل والخارج، ويستخدم اللون الأسود للكسوة الخارجية والأخضر للداخلية. ويعتقد الكثيرون أن أول من بدأ الكعبة هم الملائكة قبل بداية الخلق، فهم من وضعوا حجر الأساس حينما بدأ الخلق، ثم أكمل بعدهم 11 بناء الكعبة وهم سيدنا آدم ثم شيش بن آدم، ثم أسس البناء على شكل مكعب سيدنا إبراهيم وإسماعيل، وأكمله قوم العمالقة وهم قوم سكنوا أرض الشام والعراق، ثم قوم جرهم وهم بدو في شبه الجزيرة العربية، ثم قصي بن كلاب وهو الجد الرابع لسيدنا محمد، ثم قوم قريش، ثم عبد الله بن الزبير عام 65 هجرية وهو الخليفة التاسع، ثم الحجاج بن يوسف عام 74 هجرية، ثم آخر بناء لها وترميم كان من السلطان مراد الرابع عام 1040 هجرية. وأما باب الكعبة من معدن الذهب والفضة والنحاس وهو مطلي بالذهب عيار 24 قيراط، ويتوسط الباب لوحة تحمل اسم الله الأعظم محفورة بالذهب الخالص، ويبلغ ارتفاع باب الكعبة حوالي 3 أمتار وعرضه حوالي 2 متر. وأما داخل الكعبة فتغطى جدران الكعبة بمفارش وستائر من القماش الأخضر الغامق، وعليها مطرزات ذهبية تحمل آيات من القرآن الكريم. وأما أرضية الكعبة فمغطاة برخام نادر يعطي برودة قوية بداخلها مصابيح منذ أزمنة عديدة لم تزال، ومصباح أساسي يضاف كلما تعطل المصباح القديم، بالإضافة إلى 3 أعمدة قوية و49 قطعة خشبية من شجر التين الذي تم إحضاره من بورما، وتم تجفيفه وتوزيعه على جدران الكعبة من الداخل بالتساوي حتى يتم رفع السقف، وهو أقوى أنواع الخشب في العالم يقاوم الماء والحشرات. وتوجد 9 أحجار من الرخام المنقوش والمحفور مجمعة من كل العصور التي شهدت توسعة الحرم المكي الشريف، كما توجد رخامة غامقة مميزة في هذه الأرضية يقال أنها تشير إلى موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. والحجر الأسود الركن الجنوبي الشرقي للكعبة.
وهو مثبت داخل إطار من الفضة على ارتفاع يتيح للحجاج تقبيله. يعتقد أن الحجر الأسود نزل من السماء ووضع أصلا بواسطة النبي إبراهيم عليه السلام في الكعبة.